العربيه دي مميزه جدا ومكتسحه في الفئه الاقتصاديه اكتساح كبير جدا، رغم ان عليها كلام كتير ان هي العربيه دي في العلم هي العربيه دي صيني اساسا مش كوري زي باقي عربيات شيفروليه يعني، ولكن هي مهما كان في كل الاحوال هي عربيه ده ممتاز جدا وعربيه حلوه واقتصاديه وبتأدي غرضها بصوره كويسه جدا. انا مؤمن الوزير، معايا النهارده شيفروليه اوبترا موديل 2023 موجود عند معرض شامكار، واوريكم العربيه دي بكل تفاصيلها من الاكسدام للاكسدام، ويلا بينا نشوف حاجات العربيه دي. لو اول مره تشوفوا الفيديوهات بتاعتي بفكركم تعملوا سبسكرايب او اشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير للبيج بتاعتي، واعملوا فولو الاكونت الانستجرام بتاعي هتلاقوا عليه اخبار العربيات اول باول، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. زي ما احنا متعودين هنبدا بالشكل الخارجي للعربيه، ومجمل التصميم الخارجي للعربيه هادي وشيك برده شويه ومودرن في نفس الوقت، يعني العربيه ايه مش شكلها قبيح. انا شايف ان العربيه دي من احلى الاشكال في العربيات بتاعت الفئه الاقتصاديه، يعني هي لو هي مثلا هي ولا النيسان صاني، لا دي شكلها احلى بكتير، بيشد بكتير عن النيسان صاني وخلافه يعني من باقي العربيات، يعني ولا هي ولا البي واي دي ولا الكلام ده كله، دي احلى شكل فيهم. وطبعا اولا واخيرا دي حاجه ذوقيه وبتختلف من راي لراي، ولو بدانا بالواجهه الاماميه للعربيه فهنلاقي ان هي بتيجي بتصميم يعني بسيط برضه، ولكن في نفس الوقت يشد، لان العربيه لو بصينا على الكبوت هنبدا عندنا نلاحظ فيه سوكتين في الكبوت واضحين قوي قوي، فدول انا شايف ان هم راسمين وش العربيه، خاصه مع التطعيمات الكروم او الشبكه الكروم الكبيره اللي فيها دي برضو رسمه وش العربيه مخليها شكلها حلو. كمان لو نزلنا تحت في الاكسدام اكتر حاجه عجباني فيه اللي هي الضوافر الموجوده فيه تحت دي من هنا ومن هنا، انا شايف ان دي مخليه شكلها احلى شويه، او ايه من تحت كده تحس انها ايه فيها شكل او لمحه هجوميه شويه. لو جينا بقى نبص على الجنب بتاع العربيه فبرضه هنلاحظ ان هو البساطه اللي في مجمل التصميم ما خرجتش عن الجنب بتاع العربيه كل اللي فيها سوكه من الفانوس للفانوس بسيطه، ومن تحت برضه في سوكه خفيفه هنا، وكمان العربيه دي عاليه عن الارض او ارتفاعها عن الارض مش واطي، يعني بحيث انت مش هتقلق انها تحك في مطبات حفر الكلام ده كله. الخلوص الارضي بتاع العربيه دي عن الارض 16 سم ونص، ده ارتفاع كويس جدا على العربيه يعني في الفئه دي. وعلى فكره العربيه دي بتيجي بجنوط رياضيه مقاس 15 بوصه، وبتيجي كمان باشارات ليد في المرايه. لو جينا بقى لظهر العربيه فبرضه هنلاقي ان مجمل التصميم زي ما قلنا ما بيخرجش عن بعضه، يعني العربيه ظهرها متناسق مع وشها مع جنب العربيه، توتال التصميم جميل جدا. طبعا الفوانيس دي هالوجين علامه شيفروليه متوسطه، الشنطه بحجم كبير شويه وملفت، ده برده ملفت للانتباه، والعربيه برده شنطتها بسيطه يعني ما فيهاش لعب، هي سوكه وشكرا على كده، او سوكه من هنا ودي ممكن نعتبرها الحرف عادي يعني. والشنطه بتاعت العربيه دي بتيجي بمساحه ضخمه 405 لتر، وده طبعا مساحه كبيره جدا جدا على عربيه في الفئه دي. وكمان لو المساحه دي كمان مش عاجباك فانت ممكن كمان تتني او تنزل الشنطه بتاعت العربيه، بتتقسم جزئين يعني، فدي حاجه طبعا تحترم في عربيه في الفئه دي. تعالوا بقى ندخل جوه العربيه دي. اول لما ندخل العربيه دي هنلاحظ ان الانتيريور بتاعت العربيه واسعه، يعني انا قاعد في العربيه دي مرتاح جدا، وكمان انا مرجع الكرسي لورا، يعني خلينا ايه نظبطه كده على قعدتي، يعني كده انا لو انا قاعد فانا هقعد ابقى مرتاح جدا، يعني انا مثلا مرتاح بنسبه 75% 70%، ده حاجه كويسه او رقم كويس على عربيه في الفئه دي. الكراسي بتاعت العربيه بتيجي مبطنه بالجلد يعني بالكامل مبطنه بالجلد، الطاره بتاعت العربيه من الجلد، وكمان الطاره بتاعت العربيه دي مالت. العربيه دي يعني بيغلب عليها من جوه طابع البلاستيك، يعني هنا بلاستيك هنا بلاستيك، او هنا يا رب هنا الباب هنا متبطن فيه جزء جلد، ولكن اللي حواليه ده بلاستيك، يعني كل الطبليه دي بلاستيك، الطابلو طبعا كل ده بلاستيك. دي مش حاجه وحشه على العربيه في الفئه دي، خلي بالكم. كمان العربيه دي فيها فتحه سقف حركتين، العربيه دي متضاف فيها، يعني ده ما ينزلش ستوك، متضاف فيها شاشه، طبعا الطابلو بتاعها برضو مساحته كويسه جدا. عندنا هنا مساحه التخزين بقى هي اللي يعني كف ايدي كمان مش داخل كله، يعني اللي هو ايه يا دوب مساحه التخزين اللي في النص دي كانت محتاجه تكبر شويه. فيها من هنا كاب هولدرز، طبعا الهاند بريك عاديه جدا، الانتظار هنا زرار ولاعه قصدي او مدخل كهرباء. في برضو من الناحيه الثانيه من عندي من هنا طبعا تحكم كهرباء في المرايات، وزرار انت بترفع العدسه بتاعت النور ولا بتنزلها، وكمان من هنا في درج تخزين، يعني انا مش عارف اصلا هم عاملينه يعملوا فيه ايه، يعني درج تخزين صغير جدا هطلعه لكم طبعا في الصور، مساحته فظيعه، ولكن ايه في المجمل العربيه من جوه حلوه جدا جدا.
برضه لو قعدنا ورا يعني نرجع نقعد ورا برضه نشوف العربيه عامله ازاي من ورا قعدتها مع الكرسي. بعد ما انا ظبطت الكرسي بتاعي نشوف اللي ورا هيبقى قاعد مرتاح ولا لا. تعالوا كده نجرب نقعد ورا. يعني الدخول من ورا مش سهل. ليه؟ لان ارتفاع الكرسي واطي على الدواسه، يعني دي حاجه انا ملاحظها. لا الكرسي قريب قوي من الارض من ورا. عندنا من ورا من هنا في مدخل يو اس بي، وفي ايه تاني؟ طبعا الازاز كله كهرباء. القعده يعني انا قاعد مرتاح، ولكن ما اعتقدش انها تاخد 5. يعني مش تاخد الكنبه دي، مش تاخد 3، يا دوب هتاخد 2 تبقى كويسه. الا بقى لو 5 رفيعين دي ممكن نقول انها هتاخدهم، ولكن القعده نفسها كويسه. من هنا مفيش يعني الكرسي كده لو انا ظبطت على قعدتي كويس، ولكن لو حد اطول مني راكب قدام وظبط الكرسي بتاعه اعتقد اللي ورا هيتضايق شويه، خاصه لو هو كمان طويل. مساحه الراس من يعني ما بيني وما بين السقف كويسه جدا وممتازه الحقيقه. وزي ما قلنا العربيه كمان صح من هنا انا وريتها لكم، طبعا فيها من هنا كاب هولدرز ومسند. وزي ما احنا قلنا ان الكنبه دي ممكن ان انت تقسمها، يعني تنزلها وتقسمها جزئين. تعالوا بقى نتكلم شويه عن اداء العربيه دي. والحقيقه ان اداء العربيه دي يعني متوسط. العربيه دي بتيجي بموتور 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، بيطلع 110 حصان على 5400 لفه في الدقيقه. ده رقم متاخر شويه. وبتطلع عزم 146 نيوتن متر ما بين 3600 لفه ل 4000 لفه في الدقيقه. طبعا العربيه بتيجي في تيس اوتوماتيك عادي جدا، يعني مفيش منه اي مشاكل، ما ظهرش منه اي مشاكل خالص. طبعا متوسط استهلاك العربيه دي للوقود 7.3 لتر لكل 100 كيلو، ده استهلاك معقول على العربيه دي. بالنسبه لسعه خزان الوقود في العربيه دي بتيجي بسعه 54 لتر. اما بالنسبه للعفشه فالعفشه الاماميه من نوع ماكفيرسون، والعفشه الخلفيه تورشن بيم متصله، طبعا مش عفشه منفصله يعني في عربيه زي دي. بالنسبه بقى لانظمه الامان في العربيه دي فهي متوسطه او اللي هي العادي في العربيات اللي في الفئه الاقتصاديه. العربيه دي تجميع محلي على فكره، وبتيجي ب2 ايرباج واي بي اس اللي هو منع انغلاق الفرامل وموزع قوه الفرامل الاي بي دي. كمان العربيه فيها سنتر لوك وفيها امبلايزر اللي هو نظام منع السرقه. وكمان العربيه دي بتيجي بحساسات خلفيه. طبعا عشان ندقق اكتر في الكماليات بتاعت العربيه دي من جوه، فاولا الكراسي سواء كرسي السواق او اللي جنب السواق الاثنين مانيوال بالكامل، ما فيهمش اي حاجه خالص كهرباء. التكييف بتاع العربيه اداؤه هايل جدا جدا جدا. الطاره بتاعت العربيه طبعا باور ستيرنج، ولكن اللي انا شايفه ان الباور بتاع العربيه دي تقيل شويه، مش هيقرفك بس هو تقيل شويه. طبعا مرايات كهرباء بس مش ضم كهرباء، هي تحكم فيها كهرباء، والازاز بالكامل طبعا كهرباء. زي ما قلت التكييف بتاع العربيه ممتاز. بيبقى فيه كمان حليات كروم حوالين فتحات التكييف من الناحيه الشمال ومن الناحيه اليمين، شكلها لذيذ يعني حلو عاجبني بصراحه. من النص هنا في عندنا الحته دي اللي هي ايه يعني كانها كروم مطفي، لذيذه مش وحشه برده. في عندنا طبعا هنا برده مساحه تخزين صغيره مش كبيره قوي، زرار الانتظار. هنا طبعا التكييف بالكامل بكر، ما فيهوش اي يعني ما فيهوش اي حاجه خالص يعني تاتش او كده، لا. طبعا المرايه هنا التعتيم اللي هي المانيوال العادي اللي احنا عارفينه. المرايات على فكره المرايه بتاعت العربيه كبيره حلوه بتكشف الطريق، وكمان العربيه مساحات الزجاجيه بتاعت العربيه كويسه، والرؤيه فيها من قدام كمان كويسه، وكمان من ورا الازاز برده الخلفي موضح الطريق كويس. ولكن العائق اللي انا شايفه القايم عريض جدا من تحت بالذات، القايم عريض جدا، يعني وانت بتاخد ملف ولا حاجه لازم تقدم كده عشان تتاكد ان مفيش حد جاي من بعيد، او ترجع ورا تاكد ان مفيش حد جاي من بعيد. دي برده مش نقطه اللي هي ايه اللي كارثيه يعني، لا هي العربيه كويسه. وطبعا العربيه بتيجي بمداخل فيها بلوتوث، فيها مدخل يو اس بي ورا. والعربيه دي الطبيعي ان بيبقى فيها مدخل يو اس بي واي او اكس، ولكن العربيه دي عشان راكب فيها شاشه ففيها بلوتوث والكلام ده كله، فاحنا مش هنحتاج اليو اس بي قدام يعني. وكمان نقطه وهي ان زرار الشنطه بتاع العربيه مش هنا مثلا او هنا، لا زرار الشنطه عاملينه في اخر الباب من تحت من ورا من هنا. دي حاجه ايه غريبه انا استغربتها، يعني في الافيو كان قدام شويه اللي هو ايه مرئي، انما لو دي مش عربيتك انت اول مره تركبها هتقعد تدور هو فين زرار الشنطه، او طبعا بقى ان انت تلجا للحل التاني ان انت تفتحه من الريموت. تعالوا كده نقيم العربيه دي من كل النقط اللي احنا اتكلمنا عليها. اولا وهو الشكل بتاع العربيه من 5 انا اديله 4 من 5، لان شكلها انا شايف ان هو شيك ومودرن واحسن شكل زي ما انا قلت في الفئه الاقتصاديه دي. تاني حاجه وهي الشكل الداخلي او الشكل الداخلي والراحه عامه من جوه، فبرضه هقيمها ب4 من 5، لان العربيه دي
ممتازه شويه عن عربيات كتير. في عربيات من جوه الكراسي بتاعتها وحشه، الظهر يعني الكرسي نفسه القعده بتاعته ناشفه، في كراسي الظهر بتاعها ناشف وما الى ذلك. مش اللي هي ايه دي. العربيه دي عرفت توزن المعادله صح. تالت حاجه وهي الاداء بتاع العربيه. اداء العربيه هقيمه ب3 من 5 لان انا شايف ان العربيه بتطلع هورس باور عالي، او الهورس باور اللي هو 110 ده متاخر جدا، يعني على 5800 لفه او 5400 لفه ده كتير جدا. ايه تاني؟ الامان بتاع العربيه قيمه نقول 3 من 5 مثلا او 2 من 5 كمان، لان انا شايف ان العربيه دي كان ممكن يتضاف فيها حاجات تانية. نظام مثلا نظام الثبات الالكتروني لو كان اتضاف على العربيه دي كان هيفرق جامد. وبالنسبه لتجربه العربيه في المجمل، فتجربه العربيه كويسه. العربيه ماشيه حلو جدا، تقدر تمشي بيها على سرعات، ولكن طبعا في خط مستقيم. في الملفات انت لازم تحرص لان العربيه دي زي ما احنا قلنا الخلوص الارضي بتاعها عالي. انت بتتكلم في 165 مللي او 16.5 سم، ده كتير جدا او مش كتير، يعني اللي هو عالي شويه ان انت تاخد بيه ملفات على سرعات او ما الى ذلك. العربيه كمان ظهرها خفيف شويه وما فيهاش نظام الثبات الالكتروني، فده بيفرق شويه معانا. فتجربتي للسواقه بتاعت العربيه دي هقيمها ب4 من 5 في الفئات دي، يعني في الفئه الاقتصاديه 4 من 5 ممتاز على العربيه دي. بالنسبه لنقطه المساحات، فالعربيه برده مساحتها كويسه جدا، اقيمها ب4 من 5. تقييم مش هيبقى اوفر، لا تقييمي كويس ليها. من قدام الكنبه الخلفيه يعني نقول 3 من 5 لان انا شايف انها ضيقه شويه، او اللي هي ما تاخدش 3 جنب بعض مرتاحين، هيبقوا 2 يعني 2 قاعدين مرتاح، ولكن 3 يبقوا 3 قاعدين متزنقين شويه. طبعا في نهايه الفيديو ده مش محتاج ان انا افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، عشان الكلام ده بيساعدني اقدم لكم فيديوهات جديده ومحتوى جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت بارائكم في العربيه دي، ولو حد معاه تجربه مع العربيه دي سواء ايجابيه او سلبيه برضه يكتبها لي في الكومنتات. ولو حد عنده اي استفسارات بخصوص العربيه دي برضه يسيبها لي في الكومنتات، وهسيب لكم رقم وعنوان معرض شامكار والفرع بتاعه واللوكيشن، كل ده هيكون موجود تحت في الديسكربشن. لو حد عنده اي استفسار على سعر العربيه او هي متاحه ولا لا، وفي غيرها من عربيات كتير جدا موجوده، هسيب لكم ارقامهم بحيث لو في اي استفسار تتواصلوا معاهم على طول. كان معاكم مؤمن الوزير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.